هافضل أحاربك نفسيًا لغاية ما تقول لي أنا خلاص استسلمت. في علاقات كتيرة أوي اليومين دول ماشية بالطريقة دي، الحرب النفسية، يعني أنا هافضل وراك لغاية ما أخلّيك تقول لي أنا هاعمل لك كل اللي أنت عايزه. هاحاربك نفسيًا إزاي؟ أول حاجة هاضعف شخصيتك، هاخلّيك مش واثق من نفسك، هاخلّيك دايمًا شايف إن أنت عامل حاجة غلط، عامل حاجة مش مضبوطة. الحاجة التانية، دايمًا هاحسّسك إن أنت سبب كل مشكلة حصلت، يعني أي حاجة حصلت في حياتي مش مضبوطة، ما ذاكرتش مثلًا فسقطت، أنت السبب. أنت اللي خلّيتني عملت كده. إزاي؟ ما هو أنا مش عارف أركّز في مذاكرتي بسببك. الحاجة التالتة ودي أخطر حاجة، إن الشخص يفضل يوهمك إن لو إحنا ما مشيناش في الحتّة دي العلاقة كلّها هتفشل، يعني أنا مش هاكون موجود تاني، أنتِ مش هتشوفيني تاني، أو أنت كمان مش هتظهر في الحياة تاني، لإن أنا عايزاك تعمل كل اللي أنا عايزه. ما تسيبوش حد يحاربكم نفسيًا، الحرب النفسية من أكتر الحاجات اللي بتهدد العلاقات، ومن أكتر الحاجات كمان المقنعة في العلاقات، لأن أنت وقتها الشخص بيمارس عليك ده كل يوم وكل ساعة بطريقة مباشرة، وأنت بتبتدي إن أنت تحس إن ده بارت من العلاقة. يعني العلاقة مش هتبقى ماشية في حالة مظبوطة غير وأنت الشخص ده بيحاربك نفسيًا، بصرف النظر بقى إن الشخص ده يكون نرجسي أو شخص تجنبي أو شخص عاطفي. إحنا مش بنسمي دلوقتي شخصيات، هيبقى في حلقة تانية هنسمي فيها الشخصيات. بس الحرب النفسية بتبقى دايما من شخص مش متزن، خلي بالك منه علشان خاطر هيوصلك ان انت كمان هتكون شخص غير متزن. دورها في دماغك مع دينا، ودايما خليك واقف ضد الحرب النفسية. بحبكم.